اليوم حبيت نبارطاجي معاكم هاد الحفلة اكسبريس اللي درتها في داري. اذا راكم حابين تعرفوا علاش درتها ما عليكم غير تكملوا تشوفوا الفيديو تاع اليوم. السلام عليكم حبيباتي، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. كما شفتوا معايا في بدايه الفيديو اليوم حبيت نتقاسم معاكم هذه الحفله زغنوطه كما يقولوا المصريين، يعني حفله صغيره متواضعه بسيطه كما حبيتوا تسميوها. درتها بمناسبه انه وليدي يحفظ الحزب الاخير تاع القران، يعني هذاك الحزب تاع قصار الصور. هو صراحه عنده شحال اللي يحفظه، وكنت دائما نوعدو مسكين نقولوا هاد الخطره نديرها لك، هاد الخطره نديرها لك، ما كتبش يعني حتى هاد الخطره. وانا بالنسبه ليا يعني الحمد لله راني وفيت بالوعد ديالي في اخر المطاف بعد مده طويله. مي المهم كما قلت لكم لا غير صراحه نهضر لكم سيريوزمون، يعني الحمد لله كي وفيت بالوعد ديالي ودرتها له، وكنت حابه نديرها له يعني خير من هكذا، ماشي من باب الطرف ولا من باب البذخ ولا الزوخ ولا لا ماشي من هذا الباب، بنية تكون له دفعة كبيرة يعني هكذا باش يكمل يواصل في الحفظ. يعني قد ما يحفظ قد ما يدير في باله بلي القرآن راح يكون مصدر فرح وسرور. اكيد احنا الكبار رانا رايحين نشوفوه بلي هو مصدر طمأنينة وسكينة وراحة البال، نشوفوه هو مصدر للأجر والثواب والعلو في الدرجات، نشوفوه هو سبب من الأسباب اللي ناخدوها باش نتقربوا من الله عز وجل وباش يرضى علينا. حنا الكبار نخمو هكذا، صح الطفل الصغير ما يكونش واعي لهاد الامور باسكو تو سامبلومون راهو في بدايه التربيه الايمانيه. يعني هادشي كامل اكيد راهو رايح يجي مع الوقت، بصح شنو بالتكرار وبالقدوه وبالدعاء. الطفل الصغير الحاجه الوحيده اللي تهمه هي الهدايا، يعني واش جابت له ماما، واش جاب له بابا، واش جاب له جدو، واش جابت له مانو، يعني هذا ما كان. وتاني بيان سور بلا ما نساو واش تحطت له ماماه فوق الطابله، يعني الحلويات والعصائر وهاد العفايس كامل والبالونات، يعني هادو هما الحاجات اللي يفرحوا بهم يعني دراري صغار. هذا كان السبب الاول. السبب الثاني اللي خلاني ندير لهم هاد الحفله هو اني انا ضد فكره الاحتفال باعياد الميلاد. انا ما رانيش رايحه ندخل في التفاصيل، بصح كما يقولوا الحلال مبين والحرام مبين، وحتى الرسول عليه الصلاه والسلام يعني أمرنا باش نخلفوا اليهود والنصارى. وبما أنه احنا مسلمين والإسلام هو استسلام لأوامر الله واجتناب نواهيه، يعني ربي كي قلنا هذيك الحاجة نديروها ولا ما نديروهاش نقولوا له السمع والطاعة. والإسلام يعني مبني على الكتاب والسنة، والرسول كما قلت لكم أمرنا باش نخالفوا اليهود والنصارى. يعني هذا الأمر ما فيهش جدال، اللي يديروا في بالكم بلي انتوما كي تموتوا احنا كاع نموتوا، ولادكم راهم رايحين يسيروا بلو ميم ريتم، يعني خلاص والفوا من الصغر يحتفلوا باعياد الميلاد، هما تاني كي يكبروا يكملوا في هذاك المشوار ويزيدوا يحتفلوا باعياد ميلاد ولادهم وهي رايحه. تخيلوا معايا حبيباتي في كل مره هما يحتفلوا، في كل مره انتم يوصلكم السيئات، يعني تولي سيئة جارية باسكو نتوما اللي كنتو السبب باش هادشي تنغرس في ولادكم. الوغ لازم نردو بالنا حبيباتي، التربية ما راهيش سهلة، ما راهيش سهلة. الانسان لازم نشوفه، لازم يراقب لسانه، لازم يراقب افعاله، لازم يراقب الاشياء اللي راهو يوصلها لولادو. الفكرة اللي حبيت نقولها لكم اليوم حبيباتي هو انه الانسان كي يحب يفرح كسوا نفسه ولا اهله، خصوصا الاولاد، يخير الطريقة اللي ترضي ربي سبحانه، ما يروحش الحاجة اللي تغضبه، باسكو الإسلام كيما على بالكم لازم نقبلوه كيما راهو، من نغيروه من بدلو فيه حتى حاجة. ربي سبحانه هو الأعلم، هو الأعلم منا، هو اللي على باله راهو الخير لينا وراهو الشر. يتسمى الحاجة اللي حللها لنا هاديك اوكي نديروها، والحاجة اللي حرمها علينا نبعدوا عليها حبيباتي، ونبعدوا على الجدال، باسكو شكون احنا باش نجادلوا الله عز وجل ونجادلوا الشريعة ديالو. الوغ كيما قلت لكم يعني باش نفرحوا ولادنا كاين عدة افكار باش نديروا لهم حفلات، باغ حفلة حفظ القرآن، حفلة نهاية السنة الدراسية، با اوبليجي حتى يجيبوا لكم معدلات ممتازة. يكفي
كي نشوف انا وليدي اجتهد ودا البوسيبل ديالو باش يقرا وتعب، وفي اخر المطاف يعني جاب لي باغ اكزومبل 6 فاصل ولا جاب لي 7 فاصل، والله العظيم غنفرح به عادي. انا ما يهمونيش المعدلات قد ما يهمني الجهد المبذول والاجتهاد خلال السنه الدراسيه. وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى يكون عجبكم. ما بقى لي غير نقول لكم حبيباتي تهلاو لي في روحتكم، تلقاو ان شاء الله في فيديوهات اخرى، والسلام عليكم.